بص يا معلم، الفيديو اللي هيبقى فيه عركه زي ما قلت في الاول. انا مش مستفيد اي حاجه من شركه ولا انفينكس ولا اوبو ولا ريلمي ولا اي حد. انا بقول رايي بكل حياديه وبكل صراحه. فانا هقول لك المفاجاه اللي عملت لي تربنه. فانا عايز انا اجرب التليفون شويه، يعني اشوف بقى هل فعلا الكلام ده الموبايل ده هيعيش معايا. ما انتوا حاطين مواصفات حصان بسعر فاهم معزه يعني. فانا عايز اعرف ده هتعملوه ازاي. طيب، احنا النهارده هنتكلم عن النوت 15 اس. النوت 15 اس ال 5 جي او النوت 50 اس ال 5 جي، وجاي معاه طبعا ده البوكس بتاع الهديه. تمام. طبعا الموبايل كان جاي ده شكل العلبه من بره. ماشي يا اولاد. تريبيت مكتوب هنا ايه بقى؟ صنع في مصر، ضمان 24 شهر، تم سداد كافه الرسوم والضرائب. يعني مش تفتح تلاقي رسوم ولا ضرائب عليك. دي لفته جميله جدا. وكمان في العلبه الشقيه ديت المنظر ده كده، انا لقيته الموبايل كده. تمام. جاي كده. ففتحنا، خد بالك عشان انت لو بتشتري، ده في اول الاجهزه، في اول الشراء، يعني في اول اللونش بتاعها. لو انت نزلت اشتريت دلوقتي هتلاقي الموبايل كده، هتلاقي معاه ده وده، السماعه والموبايل. طيب ايه هي السماعه بقى اللي جايه معاه؟ هي البادز 3 لايت بتاعتهم، بتاعت انفينكس. والله ايا كان بقى ادائها، بص حتى لو ادائها سيء فهي سماعه في الاول وفي الاخر. سماعه جميله لطيفه اموره. بص شوف كده شكلها في الودن. هي عامله فيها ابل البادز برو 2. تصدق حاسس بعزل؟ يعني حاسس ان هي كاتمه مكان اللي مش عزل، اكيد ما شغلتهاش يعني، بس حاسس مكانها كاتم كده. انا بقى مش بس مواصفات التليفون هي اللي جننتني، انا الحاجات اللي جايه مع التليفون. سماعه، عد معايا يا ولدي، سماعه جاي معاها البلاجايه ال 45 واط، جاي معاها كابل الشحن التايب سي، جاي معاها سماعه شبه الابل، سماعه تايب سي. بص حلويات. ايه ده بقى؟ ايه الجمال ده؟ احنا نسينا الكلام ده، نسيناه من زمان. ما حدش بقى ينزل سماعات، ما حدش بقى ينزل شواحن، مش سماعات. بس هي انفينكس، انا فاهم هم عاملين ايه. هم حارقين، منزلين جهاز جبار. يا جدعان ده الجهاز بيصور 4K كاميرا اماميه وخلفيه، ده اوبو ما بتعملهاش. بس هو منزل جهاز جبار عشان خاطر يركب الفئه السعريه ديت. الجهاز بتاعه السعر بيبقى من حوالي من 12666 في مصر ل 13000، زاد او قل على حسب وقت ميعاد نزول الفيديو. طبعا بالدولار هكتبها لك تحت في الوصف، صندوق الوصف سعره بالدولار يساوي كام. وينزل معاك جراب الجميل والسكرين. بس اعتقد الفيرجن ده مش هيبقى موجود لان ده صنع في مصر. ما اعتقدش هيبقى بره، بس مش عارف يعني، ده تخميني الشخصي اللي ممكن يبقى يحمل الخطأ في الغالب. ايه بقى الكلام بقى بيقول ايه؟ الكلام ده بيقول امولود. الجهاز بيقول الضهر بتاعه تحس ان هو من الجلد كده على طبقه بلاستيك كده. بص يا سلام على الملمس يا اولاد، بص حكايه. رسمه الديزاين بتاع السماعه، الديزاين بتاع الكاميرا من ورا جميل جدا. الموبايل نحيف جدا جدا فوق ما تتخيل. السكنس بتاعه مفيش. جايب شاشه جوريلا جلاس امولود 6 علامه 8 وضوح الوان. بس النتس بتاعته زي الزفت، 1300 نتس في الشمس. النتس ما عجبتنيش، مستوى الشخصي ما عجبنيش النتس بتاعه. بس ب 13000 جنيه مش هروح اجيب الاوبو ب 20. يعني ده ب 13، ب 12 ونص، انت فاهم؟ ده كده وبالهدايا دي كلها اللي هي تعمل لها حوالي فوق ال 1000 جنيه. فالجهاز ب 11000 جنيه عليك يعني، فماشي هبلعها له. ادي نتس، ادي كده اول غلطه. واحنا ماشيين نحكي المزايا ونقول الغلطات في النص. خد بالك النتس مهمه في ايه؟ في الاضاءه. انت هتشوف الفيديو كده انا بصور، الاضاءه مش احسن حاجه. انا قاصد اصور كده عشان اطلع العيوب بتاعت النتس. بيجي بروسيسور دايمنستي 7300 التيميت. مصر يبيع حاجه تحت فاستنى لحد ما يعدي. بيجي ببروسيسور دايمنستي 7300 التيميت، سرعه 90 فريم في الثانيه، مفيش تقطيع فريمات. برافو، جاب جون، ضرب الاونر 400، ضرب الاوبو الرينو. طبعا انفينكس هو في الاخر يعني هيتحط في، مش قصدي ان هو حاجه وحشه، بس هو برضو براند ترتيبه هيبقى طبعا اكيد تحت اونر وتحت اوبو. فهو عرف يلعبها صح بجد، عجبتني، كيفتني وعجبتني، وعرف يجي يركب السوق في الحته دي. بيجي برام 8 وممكن تزود الرام الثانيه، الثمانيه الثانيه من جوه من الذاكره الداخليه. بيجي بمساحه داخليه 256. اما بقى يا سيدي عن السماعات بتاعته الجميله الرايقه، اسمع واستمتع. جايب سماعات جي بي ال مش ادوبي، سماعات جي بي ال في الموبايل بتاعه. اسمع الصوت كده وقول لي رايك. اسمع. عشان الحظر فاحنا هنعمل ايه؟ هنسمع على طول ونجري عشان الحظر على اليوتيوب. الصوت واطي، الصوت واطي، بس هو جي بي ال يعني ستيريو حلو. بس الصوت بتاعه مش حاسه قوي. مش عارف بيتهيأ لي ولا انا يعني مش عارف. يعني انا كمستخدم مش عارف موضوع الصوت ده ممكن يساعدني او لا. يبقى كده ده تاني عيب فيه، الصوت بتاعه واطي.
النيتس بتاعته قليله، البطاريه 5200 ملي امبير فظيعه، معاك شاحن 45 واط بيشحن التليفون 100% في 30 دقيقه بس، فجبار. بيصور بكاميرا 4K 30 فريم في الثانيه، 64 ميجا بكسل، فبتديك الوان كلير الكلير. بص انت شايف الالوان، الوان مشبعه، الالوان مش زياده، تصحيح الالوان مش زياده ولا حاجه، لكن ينقص الكاميرا المثبت البصري. طبعا مش هيكون فيها مثبت بصري اكيد بالسعر ده. الكاميرا الاماميه بتاعته بتيجي 13 ميجا بكسل، IP64، مقاوم للتعرق ورذاذ الميه. وبقى في حاجه جامده جدا، الحته اللي ورا دي مش بس فلاش بتنور او بيديك نوتيفيكيشن لما حد يتصل بيك او حد يبعت لك اشعار، ده انت ممكن تقيس منها نبض بتاع نبضك، يعني دوس النبض بتاعك الهارت ريت من هنا، تدوس كده وهو يجيب لك انديكيتور للهارت ريت. بيدعم شبكات الجيل الخامس، وبيقول ان هو هاي ريز، بس انا حسيت ان الصوت، مش عايز اظلم تجربه الصوت، يعني حاسس ان انا يعني ده يوتيوب، انا كنت مشغل يوتيوب، بس مش عارف، حاسس ان هي مش عجباني يعني كده. انا عندي 3 عيوب لحد دلوقتي ظهروا، بس السعر برضو مخليني ساكت، عارف اللي هو انت واخد مزايا كتير قوي قدام سعر، فانا مش قادر اتكلم، اللي هو طب ما هو فعلا حتى لو هو ما فيهوش ايزو مثبت بصري، الصوت بتاعه مش احسن حاجه، في شويه حاجات كده ممكن ابلعها، مقابل ان هو ب 12500 جنيه يعني ببلاش، ومعاه هدايا بحوالي 1000 جنيه. من العيوب اللي شفتها فيه ان هو 3 سنوات دعم فقط، 3 سنوات، يعني الموبايلات كلها نازله 6، مش اقل من 6، برضه 12000 3 سنوات، يعني انا هغير بعد سنتين 3 برضه تاني، فلا ما هي يعني انا كده لو الموبايل واقف عليها ب 11، يعني هجيب موبايلين، نفترض ان العمله مستقره هيبقى ب 22000، طب ما انا اجيب على طول اوبو هيقعد معايا 6 سنين او 5 سنين، بالذات لو انا هجيبه لطفل او شاب لسه صغير مش هيحتاج يغير التليفون بتاعه كتير. فالحسبه شويه فيها يعني لعبه بس حلوه، ملعوبه حلو. انا احب اللعبه الحلوه ولا احب العبها، يعني اللي يلعب لعبه حلوه احب اقول له انت لعبت لعبه حلوه، بس انا فاهم انت عملت ايه، بس اللعبه بص دخلت هنا في السنتريك على طول، بص كيفتني. في بس غلطه صغيره او مش عارف ده سببها ايه، في برامج ثابته نازله على الموبايل ما بتتشالش من على الموبايل، ودي بتخليك ان انت بتنزل اعلانات اوتوماتيك لان هي برامج ثابته. ممكن يكون ده اللي مساعد، يعني دي شركات واخدين منها عقود منزله البرامج بتاعتها ثابته، فده اللي مقلل سعر التليفون. وارد، ليه لا، ممكن تبقى دي غرزه برضه هم عاملينها، لان ليه هتحط لي برامج ثابته انا مش عايزها على الموبايل. لا يدعم الشحن اللاسلكي ولا يدعم NFC، وده طبيعي جدا، ما فيهوش مدخل ال3.5، لكن الراجل محترم حط لي سماعه وايرلس وحط لي سماعه وايرد تايب سي، الحمد لله يا رب. فكده انا الحمد لله مش محتاج اي حاجه من التليفون. كده الشرح باختصار سريع وموجز ومفيهوش لت كتير، وبحياديه بدون اي دعم من اي جهه. راي موبايل في النوت 50S ال 5G حلو، يعني انت لو عايز تجيب جهاز لابنك، جهاز في حدود 12 13 الف، جهاز تاني، بدل ما تدفع 20 وتروح تجيب اوبو، هات ده. الكاميرا بتاعته حلوه جدا بالنهار، بالليل برضو تجربه الليل ما كانتش احسن حاجه، لكن بيصور فيديو 4K امامي وخلفي. اوبو ما عملتهاش، معلش يعني اقف بقى عند الحته دي، رينو ما عملتهاش، الاماميه كانت 1080 ما كانش بيصور 4K. بس ده شرح باختصار، وحاول لو هتجيب الجهاز هاته دلوقتي على طول عشان تلحق الهدايا الكتير قوي الميغا دي، على الاقل السماعه ممكن ما تلحقهاش، يعني الحاجات اللي جوه العلبه هتلاقيها، بس السماعه معتقد مش هتلاقيها يعني دلوقتي. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان محضر لك شويه مفاجآت ضرب نار. باي باي.